أهلا بيكم. النهاردة هنكتشف سوا سر بسيط جدا ممكن يدي لأطفالنا قوة خارقة حقيقية. قوة تساعدهم مش بس في المدرسة، لأ، دي قوة هتكمل معاهم في حياتهم كلها. السؤال ده أعتقد كلنا بنسأله لنفسنا كل يوم. إزاي نساعد ولادنا يركزوا أكتر، يتعلموا أحسن ويكونوا سعداء؟ طيب، لو قلت لكم إن الإجابة ممكن تكون أبسط بكتير مما نتخيل وموجودة في طبق أكل. بطل القصة بتاعتنا النهاردة هو السمك، وسر القوة الخارقة بتاعته هو حاجة اسمها الأوميجا 3. خلونا نقول إن ده مش مجرد عنصر غذائي عادي، لأ، ده الوقود السوبر اللي بيبني عقل ذكي ومركز لأي طفل. طيب، إيه هي الأوميجا 3 دي؟ ببساطة شديدة، دي دهون صحية ممتازة ومخ الطفل بيعتبرها أهم حاجة عشان ينمو ويتطور بشكل سليم. المشكلة إن الجسم مش بيعرف يصنعها لوحده، عشان كده لازم ياخدها من الأكل. بصوا معايا كده، الجدول ده بيلخص الحكاية كلها بشكل عبقري. الأوميجا 3 وخصوصا نوع اسمه DHA ده بيبني خلايا المخ نفسها، وده معناه على طول ذاكرة أقوى. أما النوع التاني اللي هو EPA ده بقى بيشتغل على تحسين المزاج وتقليل التشتت، والنتيجة النهائية تركيز أعلى في الفصل وفي المذاكرة. وطبعا ما ننساش فيتامين د والبروتين اللي بيكملوا الصورة ويخلوا التفكير أسرع. وهنا بقى نيجي للنقطة اللي بجد مدهشة. في دراسة اتعملت في جامعة بنسلفانيا، وخلوا بالكم من النتائج دي. لقوا إن الأطفال اللي بياكلوا سمك مرة واحدة بس في الأسبوع، مش بس نومهم بقى أحسن وأهدى، لا، ده معدل ذكائهم الاي كيو بتاعهم زاد حوالي 4 أو 5 نقط كاملة عن الأطفال التانيين. متخيلين الرقم؟ 5 نقط، دي حاجة مش بسيطة خالص. تمام، اقتنعنا تماما بأهمية السمك، بس أكيد السؤال اللي جاي هو أنهي نوع سمك بالظبط؟ لأن مش كل السمك زي بعضه. يلا بينا نعرف إزاي نختار أبطال البحر الصح لأولادنا. الموضوع بسيط جدا. في فريق للأبطال وفي فريق تاني لازم نتجنبه. الأبطال زي السلمون والسردين والبولتي دول أغنياء جدا بالأوميجا 3، والأهم إن نسبة الزئبق فيهم قليلة وأمنة. أما الفريق التاني زي سمك القرش وأبو سيف فمشكلتهم إن نسبة الزئبق فيهم عالية، والزئبق ده للأسف ممكن يضر الجهاز العصبي اللي لسه بينمو عند الطفل. طيب والكمية قد إيه كفاية؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. للأطفال اللي أقل من 6 سنين بنتكلم عن قطعة صغيرة تقريبا بحجم كف إيديهم مرة واحدة في الأسبوع، يعني حوالي من 85 ل 140 جرام. دي كمية كافية جدا عشان ياخدوا كل الفوائد دي من غير أي قلق خالص. ودلوقتي وصلنا لأكبر تحدي ممكن يقابل أي أب أو أم، الطفل اللي بيقول لا مش بحب السمك. ما تقلقوش خالص، الحلول بسيطة وممتعة. يلا نشوف إزاي نحول طبق السمك لوليمة نصرة حقيقية في البيت. دي يمكن أسهل وأصح وصفة في العالم. مجرد فيليه سمك، أي نوع من الأنواع المفيدة اللي قلناها، وعليه شوية زيت زيتون وليمون وفي الفرن. الطريقة دي بتحافظ على كل العناصر الغذائية المهمة، والسمك بيطلع طري وطعمه رائع وسهل جدا في المضغ والبلع للأطفال. ولو عايزين أفكار تانية ممكن ببساطة نفتت السمك المستوي جوه طبق الرز أو المكرونة اللي بيحبوه، أو نعمله سندوتشات لذيذة. فكرة تانية ممتازة إننا نقدمه مع صوص هما بيحبوه. والأهم من كل ده إننا نخلي أكل السمك عادة عائلية ونخلي الطفل يشارك فيها، يمكن يختار السمك بنفسه من السوق. ده بيفرق جدا. استعدوا بقى للمفاجأة، لأن قوة السمك الخارقة مش بس للذكاء والتركيز، لأ، دي مجرد البداية. في كنوز تانية كتير مستخبية جوه كل قطعة سمك. يعني إحنا بنتكلم عن باقة كاملة من القوى الخارقة: نوم أعمق وأكتر راحة، جهاز مناعة حديد يحارب أدوار البرد، ومزاج أحسن وأهدى. الدراسات كمان ربطت بين أكل السمك وتقليل أعراض فرط الحركة والاندفاع، ده غير فوائده الرهيبة لصحة القلب والعظام والنظر. يعني وجبة واحدة بتدي صحة متكاملة للطفل من كل النواحي. في الآخر حابب أختم بحكمة قديمة كده، حكمة بتلخص كل اللي قلناه ده. تخيلوها جاية من صياد قضى عمره كله في البحر وعارف كل أسراره. الرسالة واضحة وبسيطة ومباشرة. السمك مش مجرد أكل، ده استثمار حقيقي في مستقبل أولادنا وصحتهم. مرة واحدة في الأسبوع ممكن تكون هي المفتاح اللي بيفتح لهم أبواب التفوق والذكاء والصحة الكويسة. والسؤال ده لينا كلنا نفكر فيه. مش مطلوب تغييرات ضخمة، ممكن يكون مجرد وصفة جديدة هنجربها، أو علبة سردين هنضيفها على السلطة، أو ببساطة قرار إن يوم الجمعة الجاي هيكون هو يوم السمك في البيت. تغيير صغير لكن تأثيره كبير جدا.